تخيل معايا تلقى راسك محاصر في المطار بلا باسبور بلا هويه، ما تقدرش تدخل البلاد اللي وصلتي ليها وما تقدرش ترجع لبلادك، كانك عايش في بلاصه ما عارفش واش تابع ليها ولا لا، كانك بلا مكان بلا هويه بلا حتى وجود. هذا الوضع صعيب بزاف باش تخيلوا، ولكن في الحقيقه كاين واحد الراجل عايش في هذه الحاله لمده تاع 18 عام. مهران كريم ناصيري الإيراني اللي عاش في المطار شارل دوغور في باريس أقصى وأغرب من أي قصة. 18 عام وسط الركاب والطائرات بلا وطن بلا أوراق رسميين، ما قدرش يدخل لفرنسا ولا يرجع لإيران. حياته كانت منحصرة في المطار، كل نهار كيعيش وسط الناس بلا مكان يحس به بالأمان بلا أمل. كيفاش كان كيعيش في هذه الظروف؟ كيفاش قدر يصمد وسط هذه العزلة؟ واش كان كيتمنى يرجع بلادو؟ هذه هي القصة ديال مهران كريم ناصيري، الرجل اللي عاش في المطار لمدة 18 عام. القصة ديالنا كتبدا في إيران في واحد العائلة بسيطة ومحترمة. الأب كان طبيب شركة النفط الإيرانية بريطانيا، أما الأم ربة بيت. العائلة ديال مهران كانت كتعيش حياة مستقرة وسط 5 ديال الأطفال، كلشي كان عادي. حتى في واحد النهار سنة 1954 جا مهران كريم ناصيري إلى الحياة. كان هو الصغير ديال العائلة، عاش في هذا الدار وسط الحب والاهتمام، ولكن مع مرور الوقت في واحد من الأيام في واحد اللحظة غيتبدل كل شيء. الأب ديالو مات، وهذا الموت كانت بمثابة صدمة كبيرة، لكن الصدمة الأكبر جا من بعد الوفاة. فمن بعد ما توفى الأب، مهران سمع واحد الخبر غيخليه حياته تقلب رأسا على عقب. اكتشف أنه ما كانش عايش مع الأم الحقيقية ديالو، والأم اللي كان كيعرفها هذه سنين ما كانتش هي اللي ولاتو. الأم الحقيقية ديالو كانت امرأة اسكتلندية خدمات مع الأب ديالو في شركة النفط في إيران. من بعد ما ولات مهران رجعت لبلادها وما بقاش عندها علاقة مع العائلة كلها كانت كتخفي عليه هذا السر، وحتى من بعد الوفاة الأب ما قالوش ليه الحقيقة. مهران تلقى هذا الخبر بحال شي صاعقة، وكل شيء كان كيبان ليه كذوب في كذوب. العائله ديالو ما بقاتش هي العائله، وبدات الشكوك كتكبر. ذاك الوقت المشكله ما كانش غير في هذا السر، ولكن حتى في حقه في الميراث. العائله كانت باغيه تحرمه من اي حق في الورث باش يبقى هو بعيد على الفلوس. وهنا مهران بدا يحس براسو غريب وسط العائله. من بعد ما سال قرايته في إيران، مهران قرر يهرب من الحياة اللي كان عايش فيها ويبدا بداية جديدة بعيدة من كل شيء. مشى لبريطانيا باش يكمل قرايته في مدينة برادفور في كلية الاقتصاد. حياته كانت صعيبة وكل شيء كان جديد. وسط هذا التغيير الكبير، العلاقة الوحيدة اللي بقات بينه وبين العائلة كانت مع الأم اللي رباته، حيث هي اللي كانت كترسل ليه الفلوس باش يقدر يخلص قرايته ويعيش. ومع مرور الوقت كان كيحس براسو كيبعد على العائلة أكتر وأكتر، ولكن رغم هذا الشيء كانت العلاقة مع أمه هي الوحيدة اللي خلاته يحس بشي نوع من الاستقرار. بينما مهران كان في بريطانيا، وقع في إيران واحد من أكبر ثورات في التاريخ، مظاهرات ضد شاه الملك اللي كان كيحكم البلاد، والشعب كله كان كيصرخ في الشوارع. ولكن هاد المظاهرات ما كانتش غير في إيران، حتى الإيرانيين اللي في الغربة خرجوا مع الناس، وواحد منهم كان مهران. وهو بعيد على بلاده كان كيحس أنه خاصو يوقف مع الشعب، مع الناس اللي كانوا كيناضلوا من أجل الحرية، ولكن ما كانش عارف أن هاد المظاهرات غادي تخلق ليه مشاكل كبيرة في المستقبل. مهران وسط الحماس وحماس باقي الناس ما كانش فاهم مزيان العواقب ديال هاد الشيء. دازو عامين وكل شيء بدا كيدوز عادي في حياته في بريطانيا، لحد ما جات الضربة القاسية. مو الشخص الوحيد اللي كان كيدعمو ماديا ما بقاتش تصيفط ليه الفلوس، كانت هي اللي كتعاونو باش يقدر يكمل قرايته. كيفاش غادي يعيش دابا بلا فلوس؟ بل اكثر من هذا الشيء، كيفاش غادي يكمل قرايته؟
وبقى يفكر في كل الخيارات حتى قرر يرجع لإيران، على الأقل يقدر يعيش بلا ما يخسر كل شيء. ولكن منين وصل لمطار طهران كانت المفاجأة الكبيرة. ما كانش متوقع أنه غادي يوقفوا رجال الأمن، شدوه وبداو معاه في التحقيقات طويلة على المظاهرات اللي شارك فيها قبل عامين، وبداو يعذبوه ويجيروا معاه جميع أنواع التعذيب باش يعترف. مهران اللي كان عايش في الغربة لقى راسو داخل في مشكلة كبر من اللي كان متخيل. تخيلوا معايا الإحساس تاع مهران وهو في الطيارة تاع الرجوع بعد ما تكرفصوا عليه في إيران وصفتوه في حاله. ومن بعد ما مر بهذا العذاب مهران قرر يطلب اللجوء من الأمم المتحدة، ومن بعد وقت طويل قبلوا يعطيوه اللجوء. هاد الأوراق القانونيين خلاتو يقدر يسافر بحرية لأي مكان وبطريقة قانونية، حيث ما بقاش عنده باسبور إيراني. مهران من بعد ما مر بزاف ديال الأحداث في حياته لقى راسو في واحد الحالة غريبة، ما كانش عارف شنو يدير ولا اشنو الهدف ديالو في هاد الحياة. قرر يسافر من بلاصة لبلاصة في أوروبا يحاول يعرف اشنو باغي، ولكن كل مكان مشى ليه كان كيشوف فيه نفس الفراغ. كل مرة كيحس انه ضايع، كل ما مشى لمكان جديد كان كيحس براسو بعيد على نفسه كتر. من بعد هاد الشيء مهران غادي تطيح عليه واحد الفكرة اللي غادي تعطيه شوية من الأمل واللي غادي تعطيه هدف في الحياة، وهو يلقى الأم البيولوجية، هذيك السيدة اللي من اسكتلندا. غادي يشد الطريق باش يمشي لإنجلترا، حيت الفلوس اللي كانوا معاه تقريبا سالاو. الطريق كانت طويلة بزاف وكان قريب يوصل الهدف ديالو بين فرنسا وإنجلترا، لكن الحظ ما كانش معاه. وصل لباريس، ولكن في واحد اللحظة وقع ليه شي حاجة كبيرة. سرقوا ليه الفلوس، الباسبور واوراق اللجوء اللي كانوا عنده، ولقى راسو في موقف صعيب بزاف. ما بقى ليه حتى حاجة اللي تثبت لهويته وما عنده حتى وسيلة باش يكمل طريقه. مهران فاش ما بقى عنده حتى حل مشى عند البوليس الفرنسيين، حاول يشرح لهم القصة ديالو وقال لهم تسرقوا مني كل شيء، الفلوس، الأوراق، أنا ضايع، أنا ما عندي حتى وسيلة باش نكمل. لكن البوليس ما كانوش مقتنعين بكلامه، حسوا بشي حاجة ماشي واضحة. قالوا ليه واش كتقول الحقيقة؟ مهران حاول يشرح لهم، ولكن هو كان في واحد الحالة من التوتر والقلق، والبوليس حسوا كي بحال ما كيقولش الحقيقة. الوضع ديالو كان كيولي من الأسوأ للأسوأ. البوليس حطوه تحت التحقيق وداروا ليه أسئلة كثيرة باش يحدوا أشنو غادي يديروا معاه. هاد المهلة كانت كبيرة بزاف، ولكن مهران كان كيحس أنه محاصر كتر. فكر في الموضوع وفكر في كيفاش غادي يواجه هاد الضغط، كيفاش غادي يخرج من هاد المأزق، واش غادي يقدر يوصل لإنجلترا. الوقت كان كيدوز، كل لحظة كانت كتزيد التوتر. وسط هاد الضغط الكبير قرر يدير محاولة للهروب، حاول يوصل بطريقة غير قانونية للميناء، ولكن المحاولة ديالو فشلات. البوليس شافوه كيحاول يتحرك وقبطوه، ومن بعد ما قبطوه البوليس غادي يبداو معاه التحقيق، وفرنسا غادي تعطيه 84 ساعة باش يخوي، حيت هو بلا اوراق بلا حتى شي حاجه. ملي كتقلب في المقالات ديال هاد القصه تكتشف ان كاينين جوج روايات مختلفين. واحد منهم كيقول ان مهران سرقت ليه جميع الاوراق ديالو، ولكن في الروايه الثانيه اللي كانت في غالبيه المقالات كيقولوا ان مهران مشى لبروكسل ورجع لاكارت ديال لاجي باش ما يبقاوش كل مره يردوه. مهران كان واقف وسط باريس وكان عقله كيخدم بالزربه، ما كانش عنده حل اخر. الفلوس مشاو ليه، الوثائق تسرقوا ليه، والشرطه كانت شاكه فيه. كان في حيره حتى جاتو واحد الفكره، غادي يمشي للمطار، ولكن هاد المره ما غاديش يدير كيف المره الاولى، غادي يدير شي حاجه مجنونه، غيحاول يسافر بلا اوراق لندن. جا اليوم فين غادي يقرر مهران يسافر للمطار شارل دو غور في باريس. كان عنده تذكره للطياره ديال لندن، ولكن بلا وثائق، بلا جواز سفر، بلا حتى شي حاجه تتثبت الهويه ديالو. كيفاش غادي يقدر يمر من السيكوريتي؟ حتى هو ما كانش عارف. فاش وصل خطى المراحل ديال التفتيش، وصل عند الختم ديال الجواز وداز، وحتى شي واحد ما لاحظ. ركب الطياره، لكن منين وصل لندن كان عندهم المفاجاه الكبيره، مهران ما عندوش الوثائق، ما عندوش الحق يدخل، وهكا ردوا مهران لفرنسا. فاش وصل لفرنسا، فرنسا حتى هي رفضات تدخلوا المطار. حاله غريبه، مهران كان في لازون الدوليه
في البلاصه بين فرنسا وبلادو ايران اللي ما بغاش تقبلو. اشنو غادي يدير؟ كيفاش غادي يخرج من هذا الوضع؟ السلطات الفرنسيه رفضت تخليه يدخل لبلادها، وفي نفس الوقت ما قدروش يرجعوه لايران. وهنا مهران ولا عايش في المطار في واحد لازون في الترمينال. غادي يلقى واحد الكرسي طويل غادي يحط فيه حوايجو كينعس تما، غادي تولي هذيك هي دارو، وتما تيدير كل شيء في ديك البلاصه. بشويه بشويه القصه ديالو ولات معروفه، وكل واحد باغي يعرف اشنو واقع مع مهران. كانوا كيجيو المسافرين من مختلف انحاء العالم يعطيوه الدعم الفلوس المساهمات باش يقدر يعيش، لكن رغم التضامن الكبير معاه كان مستحيل عليه يخرج من هذا المطار، ولات حياته كامله تما من 1988 حتى 1992 مكمل في هذه المعركه. حتى واحد النهار جوج محاميين فرنسيين قرروا يوقفوا معاه يعاونوه باش يخرج من هذا الوضع، يحاولوا يلقاو ليه ريزيدونس في فرنسا. لكن السلطات الفرنسيه حطات شرط على المحاميين باش يعطيوه الحق يطلع من هذا لازون، خاصو يرجع لاكارت ديال اللاجئ ديالو اللي كانت تسرقات ليه في الاول. ولكن من بعد ما اكتشفوا انه هو اللي ردها، وهذا الشيء في النهايه خلى المحامين يتواصلوا مع الامم المتحده، لكن حتى هي قالت لهم ماشي مشكل نعطيو لاكارت ديال اللاجئ، ولكن خاصو يجي ياخدها. وهذه كانت ورطه مهران باش يخرج من المطار، خاصو يجيب لاكارت ديال اللاجئ، ولكن باش يجيبها خاصو يخرج من المطار. هذه كانت دائره مغلقه، وهكا بشويه بشويه ولا مهران يعيش في سجن من نوع اخر، السجن ديال عقله. بدا يفقد اي رابط بينه وبين الهويه الاصليه. في النهايه بقى مهران ماشي هو بل شخص اخر، وهويه العيش في المطار بقات هي الوحيده اللي عنده. من بعد ما ولا مهران معروف في العالم كامل، ولات قصته وحديث الناس في كل مكان في المطار. كيتلاقاو معاه المسافرين من جميع الجنسيات، وكل واحد كانت عنده معاه قصة. حتى جا واحد النهار واحد الشخص غادي يرسل ليه واحد الرسالة، وهاد الرسالة كانت هي اللحظة اللي غادي تغير مصير مهران. هاد الرسالة ما كانش كيف باقي الرسائل اللي كان كيتلقاهم، كانت كتحمل واحد السمية أخرى، سير ألفريد. من اللحظة اللي قراها مهران بدا كيتغير. هاد الاسم كان بحال مفتاح لابواب جديده في دماغه، وصبح هاد السميه جزء من هويته. كان عقله بغى يهرب من كل شيء وكيحاول يعيد بناء نفسه من جديد. مهران كان كيتخيل انه واحد من نبلاء تاع انجلترا. من داك اليوم مهران ما بقاش يسمي راسو مهران، حتى المحامين ديالو في القضيه ما قدروش يقنعوه باش يرجع للواقع. تيقول لهم انا سميتي سير ألفريد، انا انجليزي. هاد الشخصيه الجديده كانت بالنسبه ليه اكبر من اي شيء، اللي هي الامل في النجاه من الضياع اللي كان عايش فيه. ولكن بالرغم من ذلك استمر المحامين ومحاولتهم المقنعة باش يجيبوه للواقع، حتى أنهم في 1999 قدروا يقنعوا السلطات الفرنسية باش يمنحوا ليه الإقامة. لكن مهران اختار الهوية الجديدة، حتى في المحكمة رفض الاعتراف بالاسم الأصلية. سير ألفريد هو الاسم الوحيد ما كانش مستعد يتنازل عليه. من 1999 حتى 2006 مهران عايش في التيرمينال في مطار شارل دوغول. يوم بعد يوم كانت الحياة كتزيد قسوة، وكان دايما كيحس بالضياع وسط الناس اللي ما عارفهمش. ولكن رغم هاد التحديات في 2007 مرض ومشى للسبيطار، وفي 2008 ومن بعد سنوات من العيش في العزلة لقى ملجأ يقدر يبقى فيه مؤقتا. ومع مرور السنين استمر مهران في محاولة التمسك بهويته الجديدة، ولكن في 2022 قرر يرجع للمطار من جديد. رجع للمطار شارل دوغول. مهران مات في ديك البلاصة تاع المطار في 12 نوفمبر 2022 بعد حياة طويلة مليئة بالوحدة. ترك وراءه 75 ألف يورو، ولكن ما كانش عنده حتى وارث يتصرف فيها، والفلوس بقاو في الحجز واحد المدة طويلة. دفن في باريس قرب مطار شارل دوغول. القصة ديال مهران تتعلمنا بزاف، تتعلمنا على الهوية والعزلة النفسية. مهران كان كيحاول يهرب من الآلام ويعيش في العالم الخاص، لكن في النهاية
لقى راسو محصور في مكان واحد. قصة مهران هي تذكير أن العزلة يمكن تقود الإنسان للضياع، أنه حتى في لحظات الألم والعزلة يمكن يكون هناك بحث دائم عن هوية جديدة قد تكون بالنسبة لنا ميلاد من هذا الواقع.